السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم مرة تانية للبطولة الأولى لكرة الصالات بمركز شباب الكعبان. النهاردة اليوم السابع اللي فيها المباراة اللي هي القبل النهائية. كانت أول مباراة ما بين نسور الدوحة وكانت ما بين فريق مركز شباب الذخيرة. معنا الكابتن عبد الله كابتن نسور الدوحة. أهلا وسهلا بك يا كابتن. منورنا في مدينة الكعبان. والله انتم اللي منورين. الله يخليك. الله يخليك يا كابتن عبد الله. نحب الأول نستفسر منك عن تنظيم البطولة، إيه رأيك في تنظيم البطولة؟ الله يعطيكم العافية. الصراحة هي بس المسافة يعني اللي كانت عائق، ولكن ما شاء الله التنظيم صراحة. والنقطة اللي أحب أنوه عليها على المركز، يعني شباب المركز، اللي هي المحافظة على الصلاة صراحة. يعني حتى لو المباراة جت في منتصف مثلا صلاة المغرب نوقف بين الشوطين ونصلي المغرب، فهذا بصراحة شيء يغبط عليه أصحاب المركز، والله يعطيهم العافية. الله يخليك. طيب نرجع للمباراة. النهارده كان عندكم مباراة قوية جدا ضد فريق مركز شباب الذخيرة. شفنا مركز شباب الذخيرة كان قوي جدا في أول المباراة. صحيح. انتوا كنتوا بتدافعوا وبتلعبوا على المرتدة، بعد كده اتقلبت المباراة. صحيح. حسيت ان انتوا فهمتوهم، عرفتوا ازاي تلعبوا عليهم، فيا ريت تشرح لنا المباراة مشيت ازاي. ان شاء الله. طبعا في البداية يعني الله يعطي العافية للشباب جميعا. في البداية طبعا كنا متخوفين طبعا عشان نقرأ فريق الخصم كيف بيلعب. طبعا النقص اللي صار او الاصابه اللي صارت للمدافع عمرو ابو زيد، الف سلامة عليك. الله يسلمك. اثر عليه، يعني اثر، خصوصا ارتبكنا شوي في البدايه. بعد هيك داركنا طبعا وبدات النتيجه تفتح. طبعا الفريق الثاني تعرف الفريق لما يدخل عليه مثلا يصير الفرق 3 أو 4 أجوال، يعني نفسيا حتى الفريق مثلا بهبط، فلذلك زادت النتيجه. والله يعطي العافيه للشباب، ابو الفوز وابو الحكم كابتننا والشباب ابو جعفر، الله يعطيهم العافيه جميعا. الله يخليك. نبارك مره ثانيه لفريق نسور الدوحه على الفوز ليه، وان شاء الله نشوفكم في النهائي وتقدموا مباراه قويه ان شاء الله. السلام عليكم.